واه واه يا بوي، كل ده حصل علشان قلت واه يا بوي. طب ما انا شخصية صعيدية ولابسة جلابية حماتي الوسط، وجاية من قلب المنيا وبالتحديد قرية منهري، اللي المفروض القرية دي كلمة واه عندها كلمة عادية وكلمة دارجة. وبعدين كل الناس اللي دخلت وقالت كلام مش كويس، قالت كلام ملوش دعوة بالانتقادات الإيجابية. كان ممكن أقبل أي كلام عادي، إيه المشكلة؟ أنا مش برفض، بالعكس أنا باخد رأي الكل قبل ما أعمل حاجة. لكن الآراء اللي اتقالت من ناس عمرها ما سمعت حاجة لسعدية، ولا تعرف عني حاجة، ولا تعرف عن شخصيتي حاجة، اتهموني إني عايزة ترند سلبي، رغم إن عمري في حياتي ما علقت لحد، ولا ضايقت حد بتعليق سلبي، ولا ليا دعوة بالترندات اللي بتطلع يهينوا حد أو يكبروا حد. أو أنا في حالي وعلى جنب، الناس كلها عارفة عني كده. استحالة أكون بقدم شخصية صعيدية وأتكلم أو أرنم بلغة عربية فصحى، ودي كلمة دارجة عادية. والناس اللي شيرت البوستر ما سمعتش حتى الترنيمة. أنا عايزة النهاردة أقول لهم شكرا، شكرا على كل كلمة جارحة وكل إهانة وكل شتيمة وكل حفلة أخدتوا عليها ذنوب. كنت ممكن تنتقد بشكل إيجابي وبشكل يدل على إنك ابن ربنا، وحاجة ما تاخدش عليها ذنب. انت كده ما عدلتش الدين، ولا حافظت على اللاهوت والعقيدة والطقس، ولا عدلت كنيستك ودي مش غيرة على الكنيسة، دي إهانة، لأنك قلت كلام جارح وطريقة جارحة. ما تديش أبدا، انت ابن ربنا. والناس كلها عارفة ان انا بقول يا جماعة انا مش مرنمة، وعمري ما كتبت اسم مرنمة على الصفحة، ودايما اكتب مقدمة قد كده واقول يا جماعة صوتي وحش، انا مؤدية. والناس عارفة كده وحبت شخصية سعدية اللي بتقدم مونولوج، كاركتر صعيدي بيقدم مونولوج، مش معقول هقول لغة عربية فصحى. وشكرا جدا جدا للناس اللي دعمتني واتصلت بيا 1:30 بالليل و2 بالليل، وخدت ارقامي من ناس مرنمين معانا علشان تقولي ما تزعليش. انا مش هكدب عليكم، الكلام وجعني، لان انا طول عمري في حالي لا احب ترندات، ولا احب ادخل في صراع الميديا، ولا ليا دعوة بالمرنمين، ولا بعمل سباق مع حد. انا واحدة بعلم نفسي بنفسي، اعمل حاجة اطفال، واعمل حاجة بالكاركتر سعيد اللي انتوا حبيتوها وشجعتوني عليها. الناس بقى اللي جاية اللي متعرفش عني حاجة وقالت ان انا عايزة اعمل ترند وصوتك وحش ما ترنميش، ما كل ده انا عارفاه، لكن عمري ما قلت هعمل ترند. انا حد اللي يعرفني عارف ان انا لا بحب الشهرة، ولا فارق معايا الفلوس، وكتير قوي برفض اروح حفلات. وموضوع الفلوس عمري ما خدت فلوس على ترنيمة، وبحاول افرح اللي حواليا. فلما يجي دلوقتي يتحفل عليا وانا ما عملتش حاجة عشان قلت بس واه، يبقى انا ارجع اقول لكم ايه؟ واه يا ابوي. ليه بس كده؟ خليكوا يعني رحماء بالناس، الناس البسيطة، والناس اللي عندها صغر نفس زيي. أنا مش واو ولا مشهورة زي الناس اللي تتحمل كلامكم ولا وجعكم. أنا حد ماشي على قدي، الناس عارفاني وعارفة إن أنا حد في حالي. هرجع تاني أقول شكرا جدا 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 للناس اللي ردت غيبتي، والناس اللي وقفت معايا وقالت لي الترنيمة حلوة وسمعت واهتمت. وشكرا على الناس اللي جرحت، اللي حتى ما اهتمتش تسمع الترنيمة، أو لما سمعت ما كانش ذوقها فما عجبتهمش، وممكن ما اسميهاش ترنيمة، ودي كانت غلطتي. وانا بطبيعتي ما بعرفش اختار اسم ترنيمة، حتى اللي بياخد مني كلمات يقول لي هتسمي الترنيمة ايه، اقول لهم براحتكم اختاروا انتوا. فانا في ترانيمي باخد اول كلمتين، وعلى حظي جت كلمة وهي ابوي. ايه المشكلة؟ احنا بنقولها دايما طول الوقت بينا وبين بعض. عموما انا كنت حابة اقول لكم شكرا، وحابة اقول لكم ان انا بجد لا بحب الترند السلبي، ولا احب الترند الايجابي، ولا احب الشهرة، ولا فارق معايا كل ده. انا كنت بصلي. وشكرا ان انتوا طلعتوا الترنيمة ترند سيء، وشكرا على كل كلمة جارحة. وعمري ما هنسى اي حد وقف جنبي وقال كلمة في ظهري كويسة، ودافع ورد في الكومنتات وقال للناس لا، غلط اللي انتوا بتعملوه. شكرا لكل واحد قال حاجة تنم عن تربيته وعن محبته لربنا ومحبته للناس. وانا اسفة لو انا فعلا كنت عصرة لاي حد، ولو عايزين امسحها قولولي وانا همسحها. بس عارفة الاول، فعلا انتوا عايزين تمسحوا الترنيمة، وانا عارفة ان الفيديو ده هيتحفل عليه برضه،
بس كان لازم أطلع وأرد لأن الناس قالت لي اطلعي وردي. الناس اللي بتحب الناس بجد، الناس اللي عارفة عن شخصيتي عن قرب. يلا، شكرا وربنا يبارككم. وأتمنى تدخلوا تسمعوا حاجات سعدية اللي هي على قدها، مش المرنمة. أنا مش المشهورة اللي تشغل وقتكم وتعملوا حفلة عليها. أنا حد في حاله، بلاش تشغلوا نفسكم بيها. سلام.